عندما يمنحك القدر الفرصة لامتلاك منتجع زراعي مع منزل بالحجم والجمال ده، يبقى لازم تستغل الفرصة وتكمل معايا الفيديو للآخر علشان نعيش مع بعض باقي التفاصيل. صلوا لي على النبي وخلينا بداية نتكلم عن الموقع اللي مساحته 2 فدان. وتخيل ان بيتك على مساحة 8400 متر، عندك فيلا ضخمة كبيرة جدا على مساحة 1200 متر مباني فقط لا غير ب2 واجهة أمامية مطلة على المدخل الرئيسي وكاشف الشوارع، لأن بيتك على ناصية على 3 شوارع، والواجهة الخلفية مطلة على حمام السباحة والشلال والمزرعة والجاردن، عالم تاني من الخضرة والمساحات الواسعة وتفاصيل كتيرة جوه في المنزل لازم نخش نشوفها ونعيش فيها مع بعض. أول ما تخش الفيلا من الداخل هتسرح على طول مع جمال التشطيب والتفاصيل اللي موجودة في الفيلا. هتلاقي عندك 2 غرفة نوم ماستر، كل غرفة بحمام تشطيب مودرن الترا سوبر لوكس، وعندنا كمان مطبخ مفتوح اوبن كيتشن، مطبخ امريكي كبير جدا، حاجة جميلة جدا. التنظيم والتشطيب والتنسيق الالوان حاجة هتعجبك 100%. كمان عندنا ريسبشن كبير تحت، وعندنا الدخلة بتاعة الفيلا، وعندنا تراس كبير واسع مطل يؤدي على حمام السباحة ويطلعك على الشلال والمزرعة. والتفاصيل اللي باقية فوق عندنا في الدور العلوي يلا نطلع نبص عليها. هتطلع الدور العلوي هتلاقي عندك غرفة ليفنج روم كبيرة جدا واسعة، وعلى شمال الكاميرا على طول هتلاقي غرفة نوم ماستر رئيسية. هتخش غرفة النوم ديت هتلاقيها حرفيا اكبر غرفة نوم ممكن تشوفها في حياتك، وده بينطبق عليه المعنى الحرفي لما يكون اوضة نومك عبارة عن ملعب كورة قدم، فيه تراس كبير تطلع تشوف الجاردن ده. صباح الخير، جود مورنينج بتاعك مطل على اكبر مسطح واسع من المساحات الخضراء في منتجع الريف الأوروبي. وضيف عليهم كمان ركن كده عبارة عن مطبخ صغير تقدر تقول عليه بار كافيه لتحضير المشروبات الساخنة أو لتحضير المشروبات التيكاويه أو لتجهيز المأكولات السريعة، حاجة كده تساعد أو تخدم على المطبخ الرئيسي اللي موجود عندنا في البيت. عندنا 2 تراس مطلين على المزرعة والجاردن، وكمان لسه التفاصيل ما خلصتش، عندنا روف فوق يلا نبص عليه. تطلع فوق تلاقي الروف فيه 2 غرفة، كل غرفة بحمام، يعني عندك بس الروف بس يستوعب يقدر يشيل أسرة كاملة، 2 غرفة و2 حمام، إضافة إن باقي السطح معاك مسطح كبير واسع. نخرج من البيت الرئيسي والفيلا الضخمة بتاعتنا، واوعى تفكر ان التفاصيل خلصت، لا التفاصيل ما خلصتش. عندنا تفاصيل كتيرة جدا، اهمها عندنا في زوايا المزرعة 3 شاليهات، كل شاليه عبارة عن منزل مستقل يستوعب اسرة، يعني عندك كل شاليه عبارة عن 2 غرفة نوم وحمام ومطبخ، 3 شاليهات غير المبنى الرئيسي اللي مساحته 1200 متر، منتجع من المباني والمساحات الخضراء. وكمان ضيف عليهم في زاوية من زوايا المزرعة مسجد كبير تشطيب عالي جدا، ومسجد يحسسك بالروحانيات الإيمانية العالية، يعني مسجدك ومنتجعك ومزرعتك في مكان واحد. وتفاصيل كمان اللي عندنا شلال، وعندنا حمام سباحة، وعندنا مزرعة لتربية النعام. كل التفاصيل دي ضيف عليها مزرعة مانجا كبيرة فيها أشجار مانجا، وتقدر تزرع فيها جميع الأشجار الفواكه اللي انت عاوزها. ممر كبير انترلوك، مدخل، مساحات واسعة رفاهية، مش هقدر اقول لك غير بيتك هيديك انطباع من الهدوء وراحة البال والرفاهية والخصوصية. موقع كامل المرافق، كومباوند امن وحراسة، عندك المرافق كلها متوفرة في لوكيشن محترم جنب هايبر 1 وجنب مطار مدينة سفنكس، منتجع وكومباوند الريف الأوروبي. تقدر تقول عليه مدينة صغيرة داخل مدينة سفنكس، تلت ساعة من زايد، ملكية نهائية ويصلح لتملك الأجانب. موقع بتاعنا مسجل تسجيل شهر عقاري، سعره 25 مليون جنيه، المعاينات عندنا مجانا،
وربنا يبارك لصاحب النصيب. ودايما حرصنا ان احنا نقدم لكم افضل العروض العقارية، فما تبخلش علينا بالاشتراك. ببلغكم تحياتي وتقدير سفنكس التسويق العقاري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.